كنت أتمنى أطلع مباشر. مذيعات القبل كلهم قاعد يطلعون وجوي بعدي قاعد يطلعون، ولكن كنت أتحارب من مدير حاربني بشكل كبير. يعني شو السبب؟ انعجب فيكي؟ معروف السبب يعني. مع الأسف يعني كانت هو الإعلام كان في بعض الشخصيات اللي أثرت بشكل سلبي على سمعة الإعلام، هو واحد منهم. نعم. فكل يوم يصير أقول لهم أنا مو قاعدة أتدرب، ليش ما تطلعوني؟ وأنا فعلا يعني عندي إمكانية أكثر منهم، ما قاعد يطلعني. عرفت الموضوع، فعلى شرط يجيبني كل يوم الصبح الساعة 6 الصبح على أمل يطلعني، هو ما يطلعني بس هيك خليني قاعدة أتفرج عليه. فأحرجني، فكر أنه أنا راح أوقع على الهواء. قال لي اطلعي على الهواء انت هسه راح تطلعي مباشر. فأنا أي مذيعة ثانية راح ترتبك بحياتها، لا محاضرة لا قارية لا حتى ما تعرف شنو الإعداد، لأن إحنا يوصلنا الإعداد قبل بيوم. قلت له أوكي. فإجاني المخرج، أنا دايما أعتبره عراب إلي، شحادة درابسة وهو أهم المخرجين بالأردن صراحة. قال لي لا تزعلين لا تخافين أنا وياك أبدا لا تقلقين، طلعي وثبتي نفسك. قلت له تمام. وسبحان الله كأنه توفيق من رب العالمين، يعني طلعت أنا بفقرة بسيطة فنية أثبتت نفسي للإدارة، وجوي علي قالوا لي رئيس مجلس الإدارة قال لي نعم أنت شاطرة بالمباشر. قلت له إيه؟ قال لي خلص أنت راح تلزمين البرنامج الصباح. والله وفقنا سبحان الله. يعني شفتي اللي يريد يوقعك تبقى العزيمة. مبادرة نافعة.